القصة دي نهايتها هتفاجئكم قوي. النهاردة هنحكي قصة نهايتها غريبة جدا، وأنا هلمح شوية في الأول عن اللي حصل، بس هتستغربوا لو فعلا حد قدر يربط الأحداث قبل ما أفصل اللي حصل. بس قبل ما نبدأ، لو بتحبوا القصص الغريبة والمثيرة واللي فيها غموض، يبقى أنتوا في المكان الصح. إحنا بنحكي قصص زي دي كل أسبوع. لو عجبتكم الفكرة ياريت تعملوا لايك، بس بدل ما تستخدموا لبن في طبق الشوفان حطوا صمغ، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا كل الإشعارات عشان ما يفوتكمش أي حلقة. يلا نبتدي قصة النهاردة. في يوم 12 يونيو 2012 بالليل، بنت اسمها نويمي بيلانجير عندها 25 سنة فتحت باب أوضة الفندق بتاعتها في جزيرة في تايلاند. دي حتة سياحية مشهورة جدا. لما فتحت الباب، نويمي سابت الباب مفتوح عشان أختها الصغيرة أودري 20 سنة تدخل وهي بتجر شنط السفر. نويمي وأودري من كيبيك في كندا، وكانوا طالبات في الجامعة، وكانوا في أجازة لمدة شهر كده عشان يحتفلوا بنهاية السنة الدراسية. كانوا قضوا 3 أسابيع في فيتنام، والنهاردة وصلوا تايلاند، وكانوا ناويين يقعدوا هنا شوية قبل ما يرجعوا كيبيك. بس وقتها نويمي كانت مرهقة جدا، يعني السفر كان كتير النهاردة، والثلاث أسابيع اللي فاتوا كانوا مليانين سفر، ونويمي كانت حاسة إنها خلاص هتنهار. فأول ما دخلت الأوضة، كل اللي عايزاه إنها ترمي نفسها على السرير وترتاح شوية. بس نويمي كانت مسافرة خبرة، فكانت عايزة تتأكد إن السرير نظيف، يعني مفيش بق ولا ملاءات وسخة وكده. راحت شدت الملاءات واتأكدت، لقيت الملاءات زي الفل، نظيفة جدا. الأوضة كانت حلوة قوي، فترمت على السرير واستمتعت بالتكييف. في نفس الوقت أودري اللي أكيد كانت زيها مرهقة من السفر الطويل، بدل ما ترتاح راحت الحمام على طول وبدأت تجهز نفسها عشان تخرج بالليل. نويمي كانت فاهمة أودري ليه عايزة تخرج. وهم في فيتنام اتعرفوا على 2 شباب برازيليين لطاف قوي وكانوا انبسطوا معاهم. والنهاردة لما سافروا تايلاند اكتشفوا أن الشباب دول كمان رايحين تايلاند في نفس اليوم. يعني بدل ما يقولوا باي للأبد في فيتنام، لقوا إن الوناسة ممكن تكمل في تايلاند. فكانت الخطة إنهم يتقابلوا مع الشباب البرازيليين على الشط بالليل ويعملوا حفلة ويتبسطوا. نويمي كانت مستنية الليلة دي، بس كانت قلقانة شوية. يعني الشباب دول كانوا لطاف، وهي وأختها قضوا معاهم وقت في فيتنام، وكل حاجة كانت تمام. بس نويمي كانت شايفة إن أودري أزج منها وممكن تتخدع بسهولة. أودري أصغر منها ب5 سنين، ولما الأختين قرروا يسافروا أهلهم كانوا قلقانين جدا إن 2 بنات لوحدهم يسافروا حوالين العالم، يعني هم كانوا معرضين للخطر شوية. فنويمي قالت لأهلها ما تقلقوش، أنا الأخت الكبيرة هحافظ على أودري. وأودري كانت بتقول أيوة هسمع كلام أختي الكبيرة. فنويمي كانت حاسة إنها مسؤولة عن أودري، عشان كده كانت قلقانة شوية من اللي هيعملوه بالليل مع الشباب دول. يعني الأمور كانت بتتحرك بسرعة معاهم، كان المفروض يخلصوا في فيتنام، بس هم هنا ومين عارف إيه اللي ممكن يحصل. وهي مستلقية وأودري بتجهز، نويمي قررت تكلم أهلها عشان كانت طول الوقت في الإجازة دي بتطمنهم إن كل حاجة تمام وإنها بتحافظ على أودري. بس لما طلعت الموبايل عشان تكلمهم، أودري طلعت من الحمام وقالت استني، انتي ناسية إن عندنا بالليل بس عندهم في كندا نص الليل؟ لو كلمتيهم هيقلقوا وهيسألوا ليه بتتصلي نص الليل، وهتضطري تقولي لهم إننا خارجين مع 2 شباب وهيخافوا. بلاش، خلينا نكلمهم بكرة، كل حاجة تمام. نومي فكرت وقالت فعلا عندها حق، الوقت مش مناسب. نسيت فرق التوقيت الكبير، وكمان ما كنتش عارفة هتقول إيه لأهلها عن الخروجة مع الشباب دول. فراحت حطت الموبايل وقررت إن الليلة هتبقى تمام وخلاص هتسيب نفسها. قامت من السرير وراحت لأودري في الحمام وبدأت تجهز هي كمان عشان الليلة. بعد شوية نومي وأودري خرجوا من الفندق وراحوا على الشط، وفعلا لقوا الشباب البرازيليين واقفين قدام بار على الشط. وهم بيقربوا شافوا إن كل واحد فيهم ماسك دلو كبير، شكله زي دلو ألعاب الأطفال اللي بيملوه رمل عشان يعملوا أسرع على الشط. الدلاء دي كانت مليانة تلج وسوايل، يعني فيها مشروب. البنات قربوا وسلموا، وبسرعة الحديث راح للدلاء دي. نومي وأودري سألوا إيه دول؟ الشباب قالوا دي كوكتيلات تحفة، مش هتلاقيها غير هنا. البنات سألوا طيب فيها إيه؟ إيه اللي يخليها مميزة؟ الشباب ضحكوا وقالوا مش عارفين، جربوها بس هتعجبكم قوي. نومي اللي كانت حذرة ما كانت عايزة تشرب على طول، بس أودري كانت متحمسة، مدت إيدها ومسكت دلو وبدأت تشرب. نومي بصت لها إيه ده؟
إزاي تشربي كده من غير ما نعرف فيه إيه؟ بس أودري بعد ما شربت شوية بصت لأختها وابتسمت وقالت: ده طعمه حلو قوي، جربيه، خليكي روشة. نويمي فكرت وشافت إن الشباب دول كانوا معاهم في فيتنام وكانوا تمام، وكمان شافت إن كل الناس على الشط ماسكين دلاء زي دي، يعني الموضوع عادي هنا. فقررت إنها تجرب، مدت إيديها وشربت رشفة كبيرة. بعد كام ساعة الشمس كانت غابت من بدري، ونويمي وأودري كانوا بيتبسطوا قوي مع الشباب البرازيليين. كانوا لسه قريبين من البار بيرقصوا بره عشان في دي جي بيعزف والناس كتير. الأختين كانوا كل واحدة مع الشاب بتاعها، بس قريبين من بعض عشان يراقبوا بعض. كانوا بيتبسطوا جدا، سبحوا في البحر، أكلوا أكل محلي، ونويمي مش عارفة هم شربوا كام دلو من المشروب ده. الرؤية كانت ضبابية شوية وكانوا بيتعثروا، بس كانوا فرحانين. حوالي الساعة 1 بالليل الشاب اللي مع نويمي قال لها: تحبي نرجع الفندق سوا؟ قالت له: أيوة، بس استني، عايزة أكلم أودري الأول. راحت نويمي لأودري اللي كانت بترقص مع الشاب بتاعها، ووقفتها وقالت لها: إحنا راجعين الفندق، عايزة تيجي؟ أودري كانت مبسوطة وقالت: لا، هفضل هنا، أنا بتبسط قوي، انتوا كمان خليكوا. بس نويمي قالت: لا، لازم أروح. متأكدة إنك عايزة تفضلي؟ أودري قالت: أيوة، هفضل، هقابلك في الفندق قريب. عادة نويمي وأودري ما كانوش بينفصلوا عن بعض، خصوصاً وهم بيشربوا وبيحتفلوا عشان المخاطر. بس المرة دي حست إن الموضوع أمان، والشباب دول كانوا ناس كويسة. فقالت لأودري باي وراحت مع الشاب بتاعها للفندق، وأودري فضلت ترقص مع الشاب بتاعها قدام البار. بعد 3 أيام، يوم 15 يونيو بالليل، واحد من عمال النظافة في الفندق راح على الأوضة بتاعت نويمي وأودري وخبط. زي اليومين اللي فاتوا مفيش حد رد، عشان محدش شاف حد داخل أو خارج الأوضة دي من يومين، ودلوقتي لازم ينضفوا الأوضة. لو مفيش رد هيفتح الباب ويدخل. خبط تاني ونادى: نظافة! بس برضه مفيش صوت، فدخل الكارت وفتح الباب ودخل. ثواني وكان بيجري بره الأوضة وهو بيصرخ: الحقوني! الساعة 9 بالليل فريق من الشرطة بقيادة العقيد رات سومبو وصل الأوضة. سومبو كان ضابط خبرة وعرفوا إيه اللي لقوه جوه. لما دخلوا شافوا نويمي وأودري مستلقيين على سرايرهم، متغطيين بالملاءات، ساكتين خالص، وكل واحدة محاطة بقيء. سومبو حسب إنهم ماتوا من 12 ل 20 ساعة. أول فكرة جاتله إنهم ماتوا من التسمم بالكحول عشان القيء. دي حتة سياحية، يمكن كانوا بيحتفلوا شربوا زيادة. بس لما بص كويس على الجثث لاحظ حاجة غريبة: في دم متجمد على اللثة وعلى الأظافر. ده مش طبيعي مع التسمم بالكحول. ففكر إن يمكن حد اعتدى عليهم، بس لما فتش الأوضة ملقاش أي علامة لعراك أو اقتحام. يعني لو في عراك قاتل ما كانش هيبان. سومبو وفريقه ما كانوش عارفين إيه اللي حصل. كان لازم يعملوا تشريح وتحليل سموم عشان يعرفوا الحقيقة، بس ده هياخد وقت. فحتى ما النتائج تيجي، سومبو قرر يركز على إنه يعرف البنات دول كانوا بيعملوا إيه قبل ما يموتوا. كانوا فين؟ أكلوا إيه؟ شربوا إيه؟ ومع مين؟ خلال يومين سألوا ناس من الفندق وعرفوا إن نويمي وأودري كانوا سايحين من كندا، وأول ليلة خرجوا بدري، وبعدين واحدة رجعت مع راجل مجهول الساعة 1 بالليل، والتانية رجعت الساعة 4 مع راجل مجهول كمان. يعني الأربعة كانوا في الأوضة من 4 ل 6 الصبح، وبعدين الراجلين مشيوا سوا. لقطات الكاميرات أكدت الكلام ده، فكان لازم يلاقوا الراجلين دول. الشرطة طلعت إعلان عن وفاة البنات وطلبوا مساعدة عشان يعرفوا مين الراجلين. بعد شوية عرفوا إن الراجلين برازيليين، بس للأسف كانوا سافروا ورجعوا البرازيل. سومبو طلب من الانتربول يلاقوهم ويكلموهم. بعد أسبوع الانتربول كلموا سومبو وقالوا له إن الشباب دول اتصدموا لما عرفوا إن البنات ماتوا، ولما سألوهم ليه سافروا بسرعة قالوا دي تذكرة محجوزة من زمان، مفيش حاجة مريبة. الانتربول ضغطوا عليهم وسألوهم عن حالة البنات لما سيبوهم الساعة 6 الصبح. قالوا إنهم كانوا زي ما يكون عندهم هانج أوفر أو تعبانين شوية من الحفلة، بس كانوا كويسين. بس الغريب إن الشباب دول قالوا إنهم بعدها بيومين كانوا مريضين جدا، بيتقيأوا وتعبانين ومش عارفين من إيه. سومبو شكر الانتربول وفكر إن يمكن الأربعة أصيبوا بمرض، الشباب نجوا والبنات لأ. بدأ يفكر في التسمم الغذائي، عشان السواح في تايلاند ساعات بياكلوا أكل محلي بيخليهم تعبانين جدا، زي النوع فطر معين أو سمكة النفاخ. بس لما جت تقارير التشريح
عرف إن التسمم الغذائي مش هو السبب. المشروبات اللي شربوها في الدلاء دي كانت غريبة، مش موجودة غير في تايلاند عشان مش آمنة. فيها مخدرات مطحونة، شراب كحة، كوكاكولا، وأحياناً مبيد حشرات زي DEET اللي في بخاخات البعوض. وفعلاً التقارير أكدت إن البنات شربوا DEET، وهي مادة سامة جداً. بس سومبو استغرب عشان المشروب ده اللي اسمه 4x100 مشهور في تايلاند ومش كل الناس بتموت منه. ففكر إن الدفعة دي أكيد فيها DEET زيادة، عشان كده البنات ماتوا والشباب بس تعبوا. بعد 9 أيام جثث البنات راحت كندا مع تقرير الشرطة التايلاندية إن ده تسمم DEET عرضي. بس الجثث ما راحتش للعيلة على طول، راحت لدكتورة شرعية اسمها ريني روسيال في كيباك. أهل البنات كانوا محروق دمهم عشان عرفوا من الإعلام مش من الشرطة. الشرطة التايلاندية ما كلمتهمش غير لما خلصوا التحقيق وقالوا لهم بنتكم ماتوا تسمم DEET. خلاص الأهل حسوا إن الموضوع فيه كسل أو تستر عشان ما فيش تحذيرات في البار عن المشروب ده، وغريب إن الشباب نجوا والبنات لأ. الحكومة الكندية شكت في الموضوع برضو وقالت لريني تعمل تشريح تاني. ريني لقت DEET في جسم البنات بس مش كفاية عشان يموتوا، يعني المشروب مش هو اللي قتلهم، وما لقتش سموم تانية. فبدأت تدور وراها ضية ولقت حاجة صادمة. بين 2009 و2015 في 20 سايح على الأقل ماتوا بنفس الطريقة في تايلاند. ريني اكتشفت إن السم مش من الأكل أو الشرب، لازم يكون حاجة تانية بتدمر الأوعية الدموية وبتمتص بسرعة فمش بتتكشف بعد الموت. واكتشفت إن السبب هو غاز الفوسفين، وده مبيد حشرات سام جدا. الفندق كان بيستخدمه عشان ينظف الملاءات من البق، وده ممنوع قانونياً. لما نومي وأدري رجعوا الأوضة، نومي فتشت السرير وشافت الملاءات نظيفة بس كانت متعالجة بالفوسفين. الأربعة نومي وأدري والشباب اتعرضوا للغاز ده وهم نايمين. الشباب مشوا الساعة 6 الصبح فتسمموا بس نجوا، لكن نوامي وأدري فضلوا في الأسرة فجسمهم ظل يمتص السم لحد ما ماتوا. للأسف لحد دلوقتي مفيش حد تعاقب على موتهم. شكراً إنكم اتفرجتوا. قولوا رأيكم في الحلقة دي في الكومنتات. عندنا فيديوهات كتير تقدروا تتفرجوا عليها دلوقتي. لو عايزين توصية اتفرجوا على الفيديو ده.